السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ اذكروا الله. هقول لكم بقى على افضل طريقة لتفريز البطاطس او تخزين البطاطس. يعني الطريقة دي ناجحة جدا جدا ومش بتخلي البطاطس تسود في الفريزر ولا اي حاجة خالص. يلا بينا نبدأ. في حلة كده على النار بقى حطيت نصها مية. دي بقى كمية البطاطس اللي انا هخزنها. انا قشرتها وغسلتها كويس جدا. انا قطعتها بالشكل ده بقى. انتوا ممكن تخزنوها على الحجم ده او ممكن تقطعوها مكعبات صغيرة. بس انا بقى هقطعها صوابع كده زي ما انتوا شايفين، لان انا فيما بعد هعملها تحمير، فهخليها جاهزة على طول صوابع على التحمير مباشرة. والمية بقى كده سخنت على النار. انا مش عايزاها سخنة قوي، انا عايزاها دافية بس. هجيب بقى كوباية واحط نصها خل. حاملة نص كوباية خل، وبعدين هحطها على المية اللي هي على النار. وهنزل بقى البطاطس. انا البطاطس هحطها 3 دقايق فقط لا غير على النار، لان انا مش عايزه البطاطس تستوي ولا تتسلق معايا. هصفي بقى البطاطس بتاعتي من الميه. انا خلاص خليتها 3 دقايق على النار. هصفيها كده من الميه وهشطفها بقى بميه فتره. يعني انا هغسل البطاطس دي بعد ما طلعتها من على النار بميه فتره. بعد ما تتصفى بقى هحطها كده في الصينيه وهنشفها تاني بمناديل. وكده بقى شكلها بعد ما نشفتها كويس جدا جدا بالمناديل. احط بقى عليها زيت، رشة زيت كده بسيطة بس. وهقلب البطاطس كلها في بعضها. بعد ما قلبت البطاطس بقى في الزيت كده حطيتها بالصينية بتاعتها في الفريزر. ودي بعد ما طلعتها من الفريزر قعدت بس ساعة او ساعة ونص تقريبا. يدوب بس جمدت كده او مسكت نفسها. شايفين يا بنات جميلة ازاي؟ يعني شبه اللي بنجيبها من بره بالظبط يعني. والطعم يعني ولا اروع طبعا، لان دي حاجة معمولة في البيت ومضمونة. وكمان اوفر من اللي بنجيبها، برضو اللي بنجيبها بتكون غالية جدا. وبكده اكون خلصت. يا رب يكون عجبكم الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي واكتبوا لي في الكومنتات عايزين تشوفوا ايه الفيديوهات اللي جاية. وبس، باي.